السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نقول لكم وش هي الوصفة نتاعنا لنهار اليوم، ما تنسوش انكم تصلوا وتسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش انكم تفعلوا ديروا لي لايك للفيديو وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الاشتراك هكا باش يصلكم كل جديد. نبداو اليوم في الوصفة نتاعنا اللي هي خبز بعجينة سائلة أو خبز الدار بعجينة سائلة. وش عندنا في المقادير؟ عندي هنايا ملعقة كبيرة وربع ملعقة كبيرة نتاع خميرة، وربع ملعقة نتاع سكر. عندي هنايا بيضة، عندي هنايا 2 كيسان نتاع فارينة، عندي هنايا نديرو ربع كاس نتاع الزيت، وعندي هنا الماء الدافي. اول حاجة نبدأ بها، نحط عندي هنايا شوية ماء دافي هكا، فقط شوية فقط ما نكثرش. نضيف اللهنة عندي هنا راح نضيف بياض بيضة، والصفار راح نخليه ندهن به الوجه هكذا. نحي البياض نحط هنا البياض والصفار نخليه ندهن به. نحط الملعقه نتاعي عفوا، نحط الملعقه نتاعي تاع الخميره والسكر هكذا، نحرك حتى تندمج هذيك المكونات. نحرك هنا راح نضيف ربع الكاس نتاع الزيت. هنا عيني هي ميزاني، تقدروا انكم تكيلوا، نديروا ربع كاس هكذا. نخلط هنا راح نضيف الفرينه ونشوف. هنا ما تتقيدوش ب2 كيسان، هنا كل واحد ذو الفرينه نتاعها. كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. انا راح ندير فقط الكاس الاول، وعلى حساب ثاني افراد العائله راح ندير الكاس الاول ونشوف. حرك مليح حتى. هنا راح نضيف شويه ماء. هنا قلنا خبز سائل يعني ما تخافوش الماء. هنا نحرك ما تخافيش، حركي. ها عفوا راح نقرب لكم هكذا. نضيفنا هكذا، حرك مليح. هنا راكم تلاحظوا اني ما زلت ما ضفتش الملح. هنا تقدروا تضيفوا نقولوا احنا اعشاب عطريه كيما الزعتر، الزعيتره، شويه نعناع، تقدروا تضيفوا الحبق. هنا شوفوا راح نزيد هنا حوالي ربع كاس، ما نضيفش الكاس كامل. هنا نضيف ونخلط ونشوف، نحرك ونشوف. شوفوا هنا بعد ما ضفت هذيك الربع كاس، شوفوا القوام نتاع العجينه. هذا هو القوام نتاع العجينه.
هكذا. لاحظوا معايا مليح، هذا هو القوام تاع العجينه، يكون بهذه الطريقه. هذا هو القوام نتاع العجينه. هنا يسمى دالي حوالي كاس وربع نتاع فرينه. شوفوا هنا ما كملتش الكاس كامل، حوالي كاس وربع نتاع فرينه. هنا راح نضيف الملح، هنا حوالي ملعقه نتاع ملح، هنا مانيش راح نكثر، حوالي ملعقه صغيره نتاع ملح، ونحرك كمان. هذا هو القوام نتاع العجينه. هنا راح نجيب السنيوه نتاعي ونحط فيها هذا الخبز، عفوا العجينه نتاعي. هنا انا جبت هذه السنيوه، تقدروا هنا تستعملوا اي سنيوه حبيتوها، اذا كانت زجاج او امنيوم ما يهمش. هنا المهم السنيوه نتاعك تكون ما تلصقش. هنا راح نفرغ انا تاعي سنيوه ما تلصقش، راح نفرغ العجينه نتاعي كامل. شوفوا هنا حطيته في السنيوه نتاعي، جبت هذيك البيضه، صفار بيضه عفوا، ضفت لها شويه نتاع قهوه، هنا تقدروا تضيفوا شويه حليب او غرفه صغيره نتاع خل هكذا. وراح ندهن قبل ما نحطه يخمر، ندهن هكذا الوجه نتاعو هكذا. شوفوا هنا بعد ما دهنت له الوجه نتاعو بصفار بيضاء وشويه قهوه، راح نضيف شويه كمون اكحل. هنا نخليه حتى يخمر، يتضاعف الحجم نتاعو، ومن بعد ندخله للفور يطيب على درجه 200، على درجه حراره 200 درجه هكذا حتى يطيب. هنا المده ما ياخذش ياسر، حوالي 10 دقائق ربع ساعه. هنا حبيت نقول لكم فقط على واحد لاستيس باش تعودي هنا مزروبه، ولا حطي عفوا سخني الفرن تاعك، خليه يسخن مليح مليح، ومن بعد طفيه وحطي الخبز نتاعك يخمر هنا. او تقدري انك فقط في حمام مائي بعد ما يسخن لك الفور طفي عليه، وتحطي اي عجينه كانت تحطيها في بول، تحطي حمام مائي يكون سخون، الماء هذاك يكون مغلي، وتحطيه هكذا فوق النار، وتحاولي انك تنقصي له كامل النار، ما تخليش ان هذيك العجينه نتاعك تلقايها طابت، لا حاولي انك تنقصي له كامل النار وتخليها دوك يضاعف الحجم نتاعها في دقائق فقط. هنا راح نخليه يخمر لي، ومن بعد نطيبه وراح نقدمه لكم تشوفوه في صحن التقديم. شوفوا هنا بعد ما تضاعف الحجم نتاعو عفوا بعد ما تضاعف الحجم نتاعو راح ندخلوا له الفور يطيب، ومن بعد تشوفوه. هنا جربي هذه لاستيوس، ما كيش راح تندمي انك تسخني في اي خبز حبيتيه يخمر لك، انك فقط تسخني الفرن تاعك مليح، ومن بعد تخليه من بعد عفوا تطفي عليه وتخلي الخبز نتاعك يخمر. هنا راح ندخله للفور ومن بعد نتلاقاو. شوفوا هنا بعد ما طاب لي هذاك الخبز، شوفوا كيفاه جاي شهي. شوفوا هنا راح نقسم لكم تشوفوا كيفاش جا. هنا راح نقسم لكم فقط، شوفوا الخفه نتاعه. شوفوا هنا كيفاش جا خفيف، جربوه ماكمش رايحين تندموا، وصفه سهله وبنينه ما عندي ما نحكي لكم. شوفوا هنا كيفاش طاب لنا، عفوا فقط شوفوا هنا كيفاش طاب، شوفوا هنا كيفاش جا خفيف 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 يشهي. شوفوا كيفاش جا روعه، جربوه
ماكمش رايحين تندموا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة، والى اللقاء.